ارجع تاني برضو لنقطة مهمة. انتوا لحد دلوقتي بتتكلموا في انه في اكتر من اختيار بالنسبة للراجل في كل المراكز، وده امر اصبح ايجابي يعني جدا ايجابي بس جدا. بس محير. ماسكيرانو بيفكر ازاي من ناحية انا بواجه النادي الاهلي وهو فريق معروف، ولكنه في نفس الوقت بيمتلك مجموعة من اللاعبين اللي هو ما شافهمش كتير. هل هو هنا هيبقى باصص على نفسه، هيبقى باصص على فرقته، انا هبقى الفعل وهو هيبقى رد الفعل؟ انا بس عايز اقول لك على حاجه يا ابراهيم مهمه جدا عشان نبقى فاهمينها يعني. هو احنا زي ما احنا بنتكلم من ناحيتنا، هو ماسكيرانو كمدير فني بالظبط. الانتر ميامي هو بيبص من وجهه نظره انه بعد كده عنده بالميراس وعنده وعنده بورتو. اه فهو برضو ممكن يكون شايف من وجهه نظره ان هو ده الافتتاح وده لازم والملعب يبقى 3 بملعبي، نقط. وان ده بالنسبه لي اسهل ماتش. صح. ايوه. النادي الاهلي، فهو هتلاقيه بيفكر ان هو بلعب على الثلاثه بونت صح جدا. اللي هم هيفرقوا معايا في الماتشين التانيين. طبعا. يقول لك انا لو خطفت تعادل في مع تعادل بالميراس، ولا في تعادل يعني انت فاهم يا ابراهيم، هو بيفكر كده. فاهم. وبيجي في دماغي حاجه دمها تقيل قوي في الماتشات الكبيره